أنكل أفاخاي، أنا عندي من البجاحة اللي أنا لو فكرت أتعامل فيها مع المخابرات في مصر أجيلك أقولك وأنا أخونك ليه؟ مش أنا اللي جايلك بمزاجي ولا أنت اللي جايبني؟ ملوش أي ستين لازمة الموضوع ده. حضرتك شاكك في أيلا، ده موضوع ما يخصنيش. روح اتأكد بنفسك من الجنود بتاعتك. أنا ما ينفعش أساعد في إعدام جاسوس، ده صالح أي مكان. أيلا ربما أساسا ما عندهاش ولاء ليك. باختصار البنت أمها بتعاني من السرطان، ومن الآخر هي محوجالك علشان خاطر تعالج لها أمها. فأنا لو اتكلمت هتكلم بصراحة، هل هتستحمل صراحتي؟ ايه دي حاجة. الحاجة التانية، أنا موضوعي لما بشوف الجيش الإسرائيلي بعد فيلم ذا بيانيست بشوف اليهودي إنسان بيعاني، والعالم العربي والإسلامي مضطهده لأنه يهودي وشايفه طول الوقت وحش. اليهود من حقهم يبقى لهم دولة وأرض، من حقهم يعيشوا وياكلوا ويشربوا ويتعاملوا زينا. احنا اعترضنا على اليهودي، أو أنا اعتراضي على اليهودي في الأذى بس، متأذيش حد. في نفس الوقت أنا مش سامحة إن حد يأذي للأسف. هما العالم العربي والإسلامي بقى كده، نعمل له إيه حضرتك؟ يعني هما المسلمين مش عايزين يحبوكوا كيهود، هما أحرار. ربما هما شايفين إنكم حتى خرجوهم من دينهم ومؤذيين وتستهلوا على المسجد الأقصى. بص حضرتك، المسلمين العرب ومنهم مصر ما بيحسوش بحد للأسف. حضرتك العرب لو كانوا بيحسوا بحد كانوا حسوا ببعض. في الدول العربية في ناس بترمي بعض في الشوارع، في أسر بترمي عيالها في الشارع، في أسر بتخلف وترمي، في أبهات بترمي عيالها في محاكم الأسرة، في أبهات بتتجوز وتخلف وتعمل بلاوي. في أهالي، في ستات بتتضرب في مصر من جوازتها أنقح من إن انتوا بتضربوه للجيش من إن انتوا بتضربوه في إسرائيل للناس في فلسطين. انا شفت كتير رجاله في مصر بتضرب حريمها ضرب يعني اشنع من اللي انتوا بتضربوه هناك. موضوع ان ما جايز انتي بعد تعاوني معانا حضرتك عندك مشكله مع الكنيست اللي تقريبا هما بيقولوا لك الجنود بتاعتك ان وارد اكون انا كدابه. ربما، بس ربما انا مش واثقه في الجيش الاسرائيلي عشان اللي بيقولوا العرب، وفي نفس ذات الوقت مفيش شيء يعني هيجبرك لما اخون البلد واتعاون معاك انك تقف معايا ضد الجيش المصري، يعني ده هيبقى مشكلة كبيرة. لما اخون مصر واتعاون مع اسرائيل، انت كجيش اسرائيلي مش عارف تحاربهم من سنين، هتبقى في ازمة ان انت تحل مشكلتك ان هما بيعادوك، ومشكلتي كمان ان انا قررت اعاديهم عشانك، مش عشانك شخصيا، عشان عموما فكر الإنسانية عموما، اليهود عموما، مش علشان أفخر أدرار شخصيا. أنا مش شايفة في الدول العربية بني آدمين عندها دين عشان تعمل معاها. يمكن بالنسبة لي أنت مش أفضل خيار، بس ده مش معناه إن أنا بتعاون مع المخابرات وما ألتصق. أنا قلت بمنتهى الصراحة والوضوح مفيش تواصل بيني وبين أي حد في الجهاز الأمني المصري من قريب أو من بعيد بشكل مباشر. قلت كنت بشتغل في مكافحة الإعدام وسبتها، مش بشتغل بشكل رسمي كأني مرشدة يعني، بس على ايه؟ حتى حققتش فايدة ليا، ببلغ على حاجات وحشة حصلت قدامي لناس كان ممكن الموضوع بمنتهى البساطة اني اسيبهم وامشي وما اعملش بلاغات، لكن انا كنت واخدة في نفسي ألم جامد جاب لي أذى كبير على دماغي.